الجنيه المصري بيستقر أمام الدولار الأمريكي ليسجل 50 جنيه و32 قرش في البنك المركزي المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في قناتكم. معكم النهاردة آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وهنعرف الدولار سجل كام في البنك المركزي المصري وبعض البنوك المصرية. النهاردة الأسعار فيها تحركات بسيطة من بنك للتاني، وهنعرض لكم سعر الشراء والبيع بالتفصيل. يلا نبدأ في تناول الأسعار. سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50 جنيه و18 قرش للشراء، 50 جنيه و32 قرش للبيع. أما في البنك العادي المصري بسجل الدولار 50 جنيه و15 قرش للشراء، 50 جنيه و25 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 50 جنيه و16 قرش للشراء، 50 جنيه و26 قرش للبيع. أما في البنك المصري الخليجي بسجل الدولار 50 جنيه و15 قرش للشراء، 50 جنيه و25 قرش للبيع. وأخيرا في بنك الإسكندرية سجل الدولار 50 جنيه و18 قرش للشراء، 50 جنيه و22 قرش للبيع. وبكده نكون عرضنا لكم أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه في أهم البنوك المصرية، مع ملاحظة إن الأسعار ممكن تزيد على مدار اليوم حسب حركة السوق. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك واستفدت من الأسعار ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعشان نستمر ألقاكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.